وما بين الحويجات اللي كنحضر في رمضان وضروري منها لانها كتنفعني مع وليداتي هكا في المدرسه، اللي هي عجينه ديال البيتزا. وفضلت انني نديرها بالدقيق الكامل هكا باش تكون صحيه. بالنسبه للمكونات عندي هنا 500 غرام ديال الدقيق القمح الكامل اللي كنغربل منه النخاله اللي كتكون غليظه، يعني كنخليه الدقيق مع النخاله هكا اللي كتسمى بالحمراء، نخاله رقيقه. كندير واحد الكاس بالعبار ديال كاس العنبه ديال زيت الزيتون، واحد الكيس ديال الخميره، وعندي الخميره ديال الخبز على حسب الجو ديالكم. وبالنسبه لزيت الزيتون ما عندكمش يمكن لكم ديروا زيت نباتيه. غادي ندير هنا معلقه ديال السكر هكا باش يجي اللون ديالها مذهب، وفي نفس الوقت هذيك معلقه السكر غادي تساعدني انها تفعل ليا هكا الخميره. غندير واحد 2 معالق كبار ديال الحليب بودره، وغادي ندير الزعتر كنكهه. كيف ما يمكن لكم تزيدوا الثوم بودره، وكيف ما يمكن لكم تعجنوا هكا بالحليب عوض هكا حليب بودره والماء، يعني غتدفيو هنايا الحليب وغتعجنوا به عادي. ضروري كنديروا هكا شي حاجه من مشتقات الحليب باش كتجينا العجينه ديالنا رطبه وكتجي هكا هشيشه. صافي غادي نجمع هذا الخليط ديالي، غير غادي نجمعو، ما غندلكو ما غنعجنو، غير غادي نجمعو. غادي نغطيها بلاستيك غذائي وكنخليها كتبيت ليله كامله. انا عندي صراحه الوقت ودابا الجو بارد، يعني ما غاديش نخاف منها نهائيا، غادي تخسر ليا. كان الجو هكا سخون ولا كان دافي خليوها حتى تفعل هكا وتخمر مزيان. كل ما خمرت مزيان كونوا متاكدين غتجيكم النتيجه زوينه بزاف. صافي هنا غطيتها بواحد بلاستيك غذائي كيف ما قلت لكم، وغطيتها بواحد المنديل وخليتها ليله كامله ما كيخسر ليها والو. راه هذيك الساعه كتخمر مزيان وكتدلك راسها براسها. صافي غنحاول انني ناخذ هذا العجين ديالي ونحيدها هكا من الاناء، وغادي نحاول انني نقرصها انا بهكا بشويه ديال داك الدقيق قمح الكامل. كنحيد اكيد النخاله غليظه باش ما كتبقاش باينه، لان ما كتخليهاش تجينا محمره كتدقص لينا هكا العجينه. كنبغيها هكا باش تجيني مسمده. كيف ما يمكن لكم هكا تحاولوا انكم تطلقوا العجين ديالكم بشويه ديال الفينو وشويه ديال السميده. صافي غنحاول انني كندير واحد الكميه كتكون مهمه هكا ديال الدقيق القمح الكامل في الاسفل. كنتاكد باش هكا ملي نبغي نشكلهم ما ينقصش ليا الحجم ديالهم. صافي غناخذ هاد الاداه هذه اللي كنثقب بها كيف ما لاحظتوا هكايا العجين ديالي، بلا متوفره استعملوا غير هكا غير الفورشيط عادي. صافي وكندير هكا بهذا الاطار. الحجم كتحكموا فيه نتوما على حسب الحجم اللي كتبغيو. صافي كناخذ ديك الكميه ديال العجين، كنحاول انني كنسوس منها الدقيق ونجمعها ونغطيها تلقى شويه، ومن بعد نعاود نكملها ناخذ منها قطع اخرين. كندير المقله ديالي اللي كتسخن، كل حبه كنعطيها دقيقه حتى لجوج، ما كنطيبهمش نهائيا هكا بزاف، لانني ما كنطيبهم حتى كنديرهم هكا في الحشو وندخلهم الفران. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. عرفتي عجينه كتجي ما شاء الله رطبه. كيخرج لينا 500 غرام ديال الدقيق، كتخرجنا واحد الكميه ديال العجين الكثيره صراحه بزاف. وانا كينفعوني كيف ما قلت لكم هكا في رمضان وليدات كيتغداو في المدرسه، كندير لهم غير لاصوص هكا ديال الطماطم او صلصه الطماطم، شويه ديال الطون والجبن. هادشي صراحه اللي كيبغيو. بغيتو تحتفظوا فيه المجمد كديروا هكا على حسب الكميه اللي بغيتو، كديروا بلاستيك غذائي. غير جربوها، صحه وراحه.